في منطقة شعبية. كانت فجر قاعدة على كرسي السفرة بتاكل بسرعة عشان تنزل وتروح شغلها في شركة من شركات زين الجرحي. أبوها شافها كالعادة واتضايق. ما تقعدي يا فجر تاكلي الأمة زي الناس، كل يوم تفضلي تجري حوالين نفسك ومستعجلة. حرام عليكي نفسك يا بنتي، هو يعني الشغل هيطير؟ يا بابا يا كوكي يا حبيبي، ما انت عارف ان انا مش بحب اتأخر على الشغل وكل يوم تسمعني نفس الكلام، ما بلاش قفش بقى عشان خاطري. وبعدين يا عم انا واخدة على كده. طيب يا ستي اديني سكت اهو، اعملي اللي يريحك ان شاء الله حتى الاكل ينزل في رجلك. انا بس خايف على صحتك يا بنتي، هو انا عندي حد غيرك؟ ما تخافش عليا يا كوكي، انا لو جعت هبقى اكل اي حاجة مع لميس لحد اما ارجع. ارتاح بس انت، وما تنساش تكلم المدير في موضوع نقلك في فرع الشركة اللي انا فيه عشان نبقى جنب بعض احسن، ونروح سوا بالعربية بتاعتي بدل بهدلتك في المواصلات كل يوم. انا قلبي عليك على فكرة. عربيتك؟ انت بتسمي الضفدعة دي عربية؟ والله انا ببقى حاطط ايدي على قلبي كل ما تركبي العربية دي. قلت لك ما تركبيهاش لحد ما ربنا ما يفرجها ونجيب عربية زي بقية الناس. دي خطر يا بنتي، كل عربيات الناس بتمشي وعربيتك انت الوحيدة اللي بتنط. لو سمحت يا بابا سيب عربيتي في حالها وما تقولش عليها ضفدعة تاني، ها؟ اهي شايلاني على الاقل ومقضياني، وبعدين انت عمال رغي 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 وعطلتني على فكرة. انا هقوم بقى اروح شغلي، وانت اول ما توصل شغلك رن عليا وطمني عليك. يلا سلام بقى يا حبيبي، هتوحشني، باي. وركبت فجر عربيتها وهي مستعجلة عشان تروح على شغلها، وما كانتش واخدة بالها من العربية السودا العملاقة اللي جاية من الناحية التانية، وهوب خبطت بيها بالراحة. نزلت وهي متعصبة وخبطت على ازاز العربية. هو انت عمى ولا ايه؟ ها ايه مش شايف خالص؟ خلاص مفيش حد ماشي في الشارع غيرك ولا فرحان بالطيارة اللي انت راكبها دي؟ ما ترد عليا هنا يا اخويا وانزل معانا على الكوكب شوية، ها؟ ولا تحب خليك تلم كرامتك من على الارض دلوقتي؟ نزل ازاز العربية وبص لها بعينيه الرمادية وهو بيقلع نضارة الشمس. زين بكل برود. نعم افندم، كنت بتقولي حاجة يا نسا انتي؟ وبعدين انا ما بحبش حد يلمس عربيتي، بتحطي ايدك عليها ليه؟ ها كنت بقول عليك اعمى. هو انت ازاي خارج كده من الاتجاه ده؟ يكونش الطريق ده امك اللي عملته لك ولا انت وارثه عن المرحوم باباك؟ لكن زين بيرد عليها بكل برود. اولا خلي بالك من كلامك يا نسا عشان ما تندمش على كلامك ده. ثانيا انت اللي طالعه من المخالف مش انا، يعني المفروض ان حضرتك كنت تدي اي اشاره، بس الظاهر ان علبه السردين اللي انت قاعده فيها دي ما فيهاش اشارات. وانت بقى مسؤول الطرق في المنطقه، ها؟ على فكره بقى انا عندي عربيه زي ما انت ما عندك، فبلاش عنطزه بقى وخليكم على الارض معانا هنا. اما انت كائن غريب بشكل. وبعدين عربيتي فيها اشاره على فكره وفيها كل حاجه، طفايه وولعه كمان. هي دي عربيه دي؟ ما علينا، انا يا ستي مش مسؤول الطرق ولا اي حاجه ومش بتعنطز على حد. وتاني مره اهو بقول لك خلي بالك من كلامك معايا عشان ما ترجعيش وتندمي عليه من تاني. وشيلي بقى علبه الصفيح اللي قدام عربيتي دي عشان خاطر اخد بعض وامشي. يا باي عليك يا جدع، ده انت مستفز بشكل وخليتني اعمل اكتر حاجه بكرهها في حياتي، ان اتاخر على الشغل. يلا يا كوتوموتو اتكل على الله وبقلب السلسله تلاقي على التناكه بتاعتك دي، وبعد كده وانت ماشي تبص قدامك، ها؟ مش تمشي تدهوس على عربيات الخلق. فجر سابت زين مصدوم من كلامها ومن الجراءه اللي هي فيها وراحت شغلها. ولما وصل زين لشركته دخل الجراج بعربيته، اتصدم لما شاف العربيه الصغيره دي في الجراج عنده وسال السايس عنها. عم عطيه يا عم عطيه، هي العربيه الصغيره دي بتاعت مين؟ انا اول مره اشوفها هنا. اصلها مش دايما بتركنها في الجراج يا ابني، ساعات بتركنها بعيد عشان خاطر الموظفين بيتريقوا عليها، بس النهارده بقى مطرح ما بتركن هنا كان في حد راكن مكانها فاضطرت ان هي تدخلها جوه الجراج. ايوه يعني هي مين دي يا عم عطيه اللي راكنه هنا؟ انا نسيت اقول لك صحيح، ده عربيه الانسه فجر شاكر الكامي، ربنا يحميها يا رب. دي شغاله موظفه هنا، موظفه في الشركه بتاعتي واسمها فجر. امال انت بقى عمال تدعي لها كده ليه يا عم عطيه؟ يا سعاده الباشا دي تتحط على الجرح يطيب، كل ما تشوفني محتاج او مزنوق تساعدني باللي تقدر عليه، مع ان ظروفها وحشه بشكل بس قلبها ابيض زي البافته البيضه، ربنا يحميها يا رب. تعرف اول امبارح شافت قطه صغيره على الرصيف اللي هناك ده، راحت اشترت لها لبن ولانشون وبقت تقول لها كل يا ستي اللانشون اللي انا ما بدقهوش، يعني هي ما بتاكلش اللانشون بس مع ذلك جابته للقطه. عمرك شفت طيبه كده؟ طيب خلاص فهمت يا عم عطيه، بس يا ريت بعد اذنك لو احتجت اي حاجه بعد كده تيجي وتقول لي على طول. هو انا كنت قصرت معاك في حاجه؟ احنا كلنا اولادك يا راجل يا طيب، وانا هكلمهم في الحسابات يعملوا لك راتب شهري جنب الراتب بتاعك الاساسي. انت عارف ان انا بعزك يا عم عطيه، فما تزعلنيش منك بعد كده، ها؟ وتبقى محتاج اي حاجه وما تجيش وتكلمني. الهي ربنا يخليك يا زنباشا يا رب ويديك الصحه يا رب ويكبر بخاطرك. سابه زين ودخل الشركه وكل البنات عماله تبص عليه. وصل مكتبه وعمال يفكر في فجر وجرؤتها دي، وبعدين مسك تليفون مكتبه واتصل بالسكرتيره. اسمعي، في موظفه عندنا هنا اسمها فجر شاكر الكامي، شوفيها شغاله في اي اسم وابعتيها لي على مكتبي فورا. فجر شاكر الكامي دي شغاله في الحسابات يا فندم،
هو صدر منها اي حاجه؟ انا اللي اقوله ويتنفذ من غير ما تساليني اسئله كتير. اتفضلي يلا شوفها فين وابعتها لي على مكتبي حالا. تحت امرك يا فندم، انا اسفه جدا. قفل زين الخط وهو بيكلم نفسه. اما نشوف بقى يا ست فجر حكايتك ايه بالظبط. بقى اول مره اشوفك تعملي معايا كده. ماشي. وهناك عند فجر كانت لسه داخله مكتبها في قسم الحسابات، لقت واحده من زميلاتها بتبلغها ان المدير عاوزها. استغربت لكنها اخدت بعضها وطلعت خبطت ودخلت. بلغوني ان حضرتك عايزني يا فندم. خير، في حاجه صدرت مني؟ رفعت فجر عيونها واتفاجئت ان اللي قدامها زين. يا اهلا وسهلا يا نسا فجر، نورتي. اتفضلي اقعدي. انت تاني؟ انت ازاي وصلت لحد هنا؟ هو انت ماشي ورايا بقى ولا ايه يا استاذ انت؟ على فكره انا ممكن اصوت والم عليك الشركه كلها، وصدقني هتاخد حته علقه ما اخدهاش حرامي غسيل. لا بقولك ايه، انا اجي هنا وقت ما احب يا انسه، ده مكتبي. ثم اني بقى همشي ورا حضره جنابك ليه بقى ان شاء الله؟ ها تكونيش فاكره نفسك انجلينا جولي. مكتبك ده ان شاء الله. ما تبطلوا هري بقى، الله يخرب بيت البرشام اللي ضيع الشباب. برشام؟ هي حصلت لي برشام كمان؟ بقولك ده مكتبي يا انسه. انت يعني انت تقصد انك يعني؟ لا لا لا، اكيد انت كذاب، 1,000,000% انت كذاب. لا انا مش كذاب، انا زين رحيم الجرحي، صاحب مجموعه شركات الجرح ومديرك المباشر هنا، واكيد يعني مش ماشي وراكي، واكيد برضه انا مش كذاب، وتقدري تتاكدي من كلامي ده بنفسك لو انت مش واثقه فيه. لا وعلى ايه؟ انت عاوز تقول يعني ان انت المدير صح؟ وجايبني هنا بقى عشان خاطر تدي غرورك وتمارس نفوذك وترفدني؟ ده طبعا بعد ما تهزقني وترد كرامتك اللي انا بعزقتها الصبح على الاسفلت، مش كده؟ بس انسى، انت لو مش مديري، ده انت لو رئيس الجمهوريه بذات نفسه، مش هسمح لك تهني او تجرح كرامتي. فوق لنفسك يابا، مش بفلوسك تقدر تهين وتذل اي حد. انا مش من دول يا كابتن، ها عن اذنك. فجر قالت له كده وكانت لسه هتخرج، لكن زين وقفها وبينادلها وهو غضبان جدا بعد الكلام اللي هي قالته عنه. استنى عندك يا نسا، هو ايه؟ هو انت بتتكلمي كده ليه واخده الدنيا بصدرك زي القطر، وعماله تتكلمي عني وكاني واحد ندل وواطي كبر بفلوس ابوه وامه؟ لا بقولك ايه، مش زين الجرح اللي يستغل نفوذه او ماله عشان خاطر يهين او يزيل حد. انا جايبها من تحت ومن تحت قوي كمان، وزي ما كنت ما اقبلش حد يهني وانا تحت، ما اقبلش برضه ان انا اهين اي حد وانا فوق، والعظمه لله وحده. بطلي رمي دبش بقى واتفضلي اقعدي. يلا ساعديني في الملفات دي عشان انا مستعجل عليها، واياكي ترمي من بقك ده دبشايه واحده عشان اخدها وارميها في دماغك افتح لك قرنك. نعم، ملفات دي ان شاء الله يعني؟ انا شغلي تحت في الحسابات، مال انا بقى ومال شغلك وملفاتك؟ ولا هو انت يعني هتستعبدني عشان ما ترفدنيش؟ بان على حقيقتك بان. يا شيخه بقى ما تبطلي تجريح بكلامك ده، هستعبدك ليه ان شاء الله؟ ها كلنا عبيد ربنا، وبعدين ده صميم شغلك. اصلا انا الصراحه نقلتك من الحسابات وعينتك السكرتيره الخاصه بتاعتي. هننجز بقى ولا لا؟ انا مستعجل على الملفات دي زي ما بقولك. هو انت يعني حضرتك كنت اخدت الرأي في قرار النقل ده قبل ما تنفذه؟ مش يمكن انا مش موافقه وعاجبني رميتي في الحسابات؟ مفيش فايده، مجتمع ذكوري متخلف. لا اله الا الله. ما هو انا دلوقتي بقى عايز افهم، يعني انت دلوقتي مش موافقه ولا ايه بالظبط؟ فهميني عشان انا خلقي ضيق. لا لا طبعا انا موافقه، ما حدش يكره الخير يعني، واكيد نقله زي دي فيها قرشين زياده عن المرتب، بس لازم تعرف ان لو حد من زمايلي عمل لي مشاكل او جرح كرامتي بكلمه بسبب الترقيه المفاجاه دي، مش هيحاسب حد غيرك انت. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ومش هتلاقي دبشايه واحده، ده انت هتلاقي شلال من الدبش. على فكره انت مش في موقف تهدديني فيه، انا المدير وانت هنا مجرد سكرتيره. وبعدين يا ستي لو اي حد ضايقك بحرف ابقي حاسبيني فيه، وبلاش صيغه الامر في كلامك معايا. يلا عشان شغلك وتقدري تبداي من بكره. طيب تمام، هات الملفات وانا هشتغل عليها وهجيبها لحضرتك. لا انت هتقعدي قدامي هنا ونساعد بعض عشان ننجز، عشان بس تعرفي ان انا مدير ديمقراطي. اتفضلي. وبعد اليوم ما خلص رجعت فجر البيت وهي تعبانه من الشغل مع زين، لقيت ابوها قاعد مستنيها على العشاء. اول ما شافها اطمن. اتاخرت كده ليه اللي تنشكي في رقبتك؟ قلقتيني عليكي، ده انا هنا بقالي ساعتين، كل ده كنت فين؟ ها معلش يا حبيبي والله، اصل حصل معايا حوار طويل عريض كده، هحكي لك عليه واحنا بنتعشى. ادخل بس اغير هدومي واجي لك جري. حوار؟ ربنا يستر من حواراتك، شكلك عملت كارثه. يا لطيف الطف يا رب. انا بس نفسي اعرف ما طلعتيش بسكوته ليه زي بقيه البنات؟ عشان انا بقى احلى من كل البنات. اقعد انت اضغط عليا لحد ما تطلع النرجسيه اللي جوايا، وبعدين قول لي يا مغروره، ابهات اخر زمن. ودخلت فجر تغير هدومها بسرعه ورجعت قعدت مع ابويا يتعشوا. ها قولي لي بقى حوار ايه اللي اخرك كل ده؟ هحكي لك على كل حاجه، بس بلاش عصبيه. ها ده كان سوء تفاهم وعدى وخلاص. هتتعصب عليا والاقي شبشب طاير من هنا ولا جزمه طايره من هناك، حاجه منهم تيجي في عيني برستيجي يتبعتر، مش هسكت. انجزي يلا وقولي، انا المقدمات دي بتقلقني اكتر. قعدت فجر وحكت كل حاجه حصلت لها لابوها، وهو وشه اتغير وغضب.
يعني برضه مفيش فايدة فيكي ولسه مش عايزة تبطلي صراحتك المبالغ فيها دي؟ أنا نفسي أفهم أنت عايزة توصلي لإيه؟ هيجي مرة وهتودينا في 60 داهية. يا بابا هو اللي غلط من الأول مش أنا. الله، أنت دايما كده ظالمني يا حجوج. يا عيني عليكي وعلى بختك يا فجر، ياللي مفيش حد بيفهمك يا فجر. بقى كل اللي أنت حكيتهولي ده وفي الآخر أطلع أنا اللي ظالمك؟ لا كتر خيرك والله. بص يا فجر، أنا ما بحبش أزعلك يا بنتي، بس أسلوبك ده بقى ما ينفعش. قلتي مش عايزة تتجوزي وبطفشي كل عريس بيجيلك، وقلت ماشي. اتمسكت ان انت تشتغلي وما اعترضتش، قلت مش مشكلة، خليها تبني مستقبلها بنفسها. وصراحتك الجرح احيانا حتى معايا، وسكت وما اتكلمتش. بس انت بقى لازم تفوقي يا فجر، انا مش عايشلك العمر كله يا بنتي، لازم تغيري اسلوبك ده مع الناس. بقولك ايه، انا قلبي وجعني قوي من الكلام معاكي. تصبح على خير. وانت من اهله يا حبيبي. حاضر، هفكر. انا بجد مش فاهمة والله، انت متعصب قوي كده ليه؟ الصراحة بقى يا بنتي يا فجر، هو عنده حق، انا لازم اتغير. اما اقوم بقى انام عشان اصحى بدري ان شاء الله اتغير على طول. طب والله دم خفيف. اما بقى في كباريه من الكباريهات، كان قاعد سامر بيدخن سيجاره وجنبه بنته وهما الاتنين مسطولين. يا بنتي انا محدش يقدر يضايقني او حتى يقف قدامي، ده انا سامر الجرح، اي حد يضايقني انسفه. فاهمه الكلام ده معناه ايه؟ ولا انت بقى باين عليكي مسطوله النهارده ولا ايه حكايتك؟ خلاص فهمنا يا عم الجامد. بس واضح بقى ان الشباب اللي هناك دول مش فاهمين اي حاجه خالص، ولا حتى عارفين انت مين. ده انا من ساعه ما قعدت وهما ما شالوش عينيهم من عليا. اوف بقى، انا بجد زهقت. هما مين دول؟ قصدك العيال اللي على البر؟ ولا يهمك، ثواني واخلص الموضوع ده. اقعد انت هنا واتفرج عليا هعمل ايه فيهم، واكتبي الكلام ده في دفتر مذكراتك، علشان ده حدث من الاحداث التاريخيه. اما نشوف هتعمل ايه. حاسب بس لا تقع وانت ماشي يا سيمو. وراح سامر مكان ما الشباب دول قاعدين، ووقف قدامهم وهو بيتطوح وبيشوح بايده قدامهم. انا بقول اللي ما عندوش ادب يبقى يتربى، واللي بقى مش عاوز يتربى من اهله يبقى سامر الجرح هيزعله على نفسه. بقول لكم ايه يا شويه عرر، انا محدش يبص الحته قاعده معايا، فاهمين ولا نقول الكلام تاني؟ هو انت بتكلمنا احنا؟ انت بتقول ايه اصلا؟ هو كان حد جه جنبك ولا هو رمي بلا؟ انتوا اصلا ما تقدروش تيجوا جنبي مع انكم تتمنوا. انا عاوز اعرف دلوقتي حالا، انتوا بتبصوا على البت بتاعتي ليه؟ يا عم فوق بس الاول وبعدين نبقى نتكلم. هو احنا يعني ما لقيناش غير دي اللي نبص لها؟ على الاقل هنستنضف. لا، ده انا زي ما قلت بقى بجد ان انتم عايزين تتربوا. تعالالي يا حلو. وهجم سامر على الشباب دول واتخانقوا مع بعض، وعامل البار شاف اللي بيحصل، اتصل على زين الجرح وحكى له على كل حاجه. وبعد شويه كان وصل زين، لقاهم لسه بيتخانقوا، بعدهم عن بعض ووقف في النص. بس انت وهو، انا بقول بس ابعد انت وهو عن بعض بقى، ارجع ورا يا سامر. هو انا كل يوم هجيلك كازينو شكل، اخلصك من خناقه شكل؟ هو انتم كمان ايه، ما فيش وراكم اي حاجه تعملوها غير الخناق وبس؟ لازم باشا، انت عارف ان سامر بيحب يعمل خناقه من ما فيش. كنا قاعدين راح جه مسك فينا ومد كمان ايده علينا، ايه هنسكت له يعني؟ كنا بندافع عن نفسنا وبس. هو انت ليك عين كمان تتكلم يا حيوان؟ انت فاكر ان انا مجنون عشان اتخانق معاك من غير سبب؟ لا، ده انا اعلى منك انت واهلك. ايوه مجنون وسكران كمان، وبقول لك اهو ما تغلطش في اهل الامه هتندم. اخرس انت وهو. هو انا واقف بينكم ايه، خيال ولا ايه؟ انت يا اخ احترم نفسك بدل ما اعرفك مين اللي هيندم هنا. ها، وانت يا عم سامر يلا بينا وكفايه مشاكل لحد هنا، اتفضل يلا معايا. لا، انا مش همشي قبل ما اعرفه مقامه. وبعدين هو انت مالك بيا؟ ها، جاي ورايا ليه؟ ما تبطل بقى تعمل فيها اخويا الكبير، انا خلاص زهقت. لا، ما هو انا بقى اخوك الكبير غصب عنك، والاحسن انك تتفضل معايا بالذوق بدل ما اخدك غصب عنك، وفي الاخر هترجع تزعل من اسلوبي معاك وتقول انت بتعمل معايا كده ليه؟ ولا ايه رايك؟ ده تهديد بقى. ما تسيبني بقى يا عم في حالي يا عم زين، وروح يا عم، انا كده كده مش هتغير، انا حر. لكن زين ما سمعش كلامه وشاله على كتفه وهو سكران ورجعوا البيت. وتاني يوم كانت فجر راحت مكتبها بدري، وسين وصل وعدى عليها. انسه فجر، تعالي لي على مكتبي حالا عشان عايزك في موضوع مهم. تحت امرك يا فندم، هجيب لحضرتك الورق واجيلك حالا. وبعد شويه خبطت فجر باب مكتب زين ودخل حطت الورق قدامه. اتفضل يا فندم، دي الاوراق اللي طلبت مني اشتغل عليها، خلاص خلصتها كلها. طيب تمام، سيبها هنا هراجعها دلوقتي. اقعدي يا فجر، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه. اكيد طبعا، اتفضل قول، كل اذان صاغيه. انت عارفه ان شركتنا بتخصص عربيات لبعض الموظفين، صح؟ ايوه عارفه، بس انا ايه علاقتي بالموضوع ده يا فندم يعني؟ احنا ممكن نخصص لك عربيه للانتقالات، اقصد يعني انك. لا، متشكره جدا يا فندم، انا معايا عربيتي ومش محتاجه الخدمه دي. يوه، هو انت بتسمي دي عربيه؟ الضفدعه دي تبقى عربيه؟ لو سمحت، انا ما اسمحلكش تتريق على زكيه، وبعدين انا مرتاحه كده. زكيه مين ومرتاحه مين؟ بقول لك دي ضفدعه،
خدي عربيه من عربيات الشركه، امان على الاقل، العربيه دي خطر عليكي. اولا ذكيه دي تبقى عربيتي، وبطل تقول عليها كده، مش هيبقى انت وبابا، ثم اني عايزه اموت فيها يا سيدي، انا حره. يا ساتر يا رب، بعد الشر، بطلي كلامك ده. طب والله والدك عنده حق، وانا غلطان يا ستي عشان اقترحت عليكي كده. اتفضلي يلا على شغلك، واعتبريني وكاني ما قلتلكيش اي حاجه. خرجت فجر من عند زين وقعدت على مكتبها لما رن تليفونها برقم ابوها، وردت على طول. الو، ايوه يا كوكي، اخبارك ايه يا حبيبي؟ وحشتك ولا ايه؟ اهدي بس واسمعيني يا فجر، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا يا بنتي. ايه مالك يا بابا، في ايه؟ طيب لحظه واحده بس، خليك معايا. وفجر خلت باباها على البيت لما شافت زين خارج بيجري وبيلبس الجاكيت بتاعه، واستغربت قوي. وبعد كده رجعت كلمت باباها من تاني. ها يا بابا، قولي مالك متوتر كده ليه بس يا حبيبي؟ اسمعيني يا فجر وما تقاطعنيش، مفيش اي وقت. انا وقعت على ورق مهم جدا بالصدفه من فتره، يودي ناس تقال قوي في 60 داهيه، وهم عرفوا ان الورق ده معايا وعايزين يقتلوني يا بنتي. قبل ما اتكلم ولا افتح بقي، انا خبيت الورق ده في خزنه في المحطه رقمها 151، ومفتاحها مع فرج جارتنا في بيتنا القديم لو انت فاكراها يعني. هما بيجروا ورايا دلوقتي، عايزين يقتلوني يا بنتي. اوعي تروحي البيت يا فجر، هيقتلوك يا بنتي. انا بحبك قوي يا فجر، ما تزعليش مني على اي حاجه قلتها لك في يوم من الايام. انا كان قصدي مصلحتك يا بنتي، واي حاجه انا عملتها من وراكي كان قصدي بقى مصلحتك يا بنتي. خلي بالك من نفسك يا فجر. وانا عاوز اقول لك على حاجه اخيره، زين الجرحي. وفجاه صوت شاكر سكت، وفجر كانت هتموت من الرعب. الو بابا، رد عليا يا بابا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وناس مين اللي عايزين يموتوك؟ رد عليا. وفجاه سمعت فجر صوت ضرب نار، وعقلها ما استوعبش اللي بيحصل، وقعت مغمى عليها. بعد فتره كانت فجر ممدده على الكنبه في مكتب زين، كانت فاقده الوعي تماما، وهو جنبها هو ولميس صاحبتها بيحاولوا ان هم يفوقوها. انا نفسي اعرف ايه اللي حصل بالظبط، وهي ليه مش بتفوق؟ ما تتكلمي، انا ماشي وسايبها كويسه. يا فندم انا معرفش اي حاجه والله، انا عديت على فجر في مكتبها القديم في الحسابات، قالوا لي ان هي اترقت، وعشان انا كنت في اجازه معرفش، ولما عرفت ان هي هنا جيت جري عشان خاطر ابارك لها، لقيتها واقعه على وشها فوق مكتبها، فكرتها نايمه، بس لما حركتها عرفت ان هي مغمى عليها. حاولت ان انا افوقها مفيش فايده، لحد ما حضرتك ما جيت وشلتها ودخلتها هنا. هو ده كل اللي انا اعرفه والله. خلاص فهمت، بس كده بقى كتير قوي، اطلب لها دكتور احسن. وكان زين لسه يطلب دكتور، لكن لاحظوا ان فجر بتتحرك، جريوا عليها، قامت وعماله تصرخ بهستيريا. بابا قتلوا، بابا قتلوه، انا سمعت صوت ضرب النار، اخدوه مني. اهدي بس يا فجر، ما تخافيش، انت في امان، ادعي له بالرحمه وما تخافيش. يا خبر، هو انكل شاكر مات؟ اهدي يا فجر، اهدي عشان خاطري. روحي انت يا لميس بسرعه، هاتي لها ليمون عشان يهديها. وخرجت لميس عشان تجيب العصير، وكانت فجر في حاله من الصدمه. لا لا لا، ما تقولش ان هو مات، مش معقول يقسمني، ده مستحيل. يا فجر اهدي بس دلوقتي وارتاحي، وبعدين نبقى نتكلم. انا مش عايزه اتكلم، انا عايزه بابا، حرام عليكم، انا ماليش غيره في الدنيا دي، انت فاهم؟ وفضل زين يحاول يهدي فيها، بس هي ما بطلتش عياط. حاول ان هو يمسك ايديها عشان يقعدها، بعدت عنه بسرعه. ما تلمسنيش، انا مش عايزه اقعد ولا عايزه ارتاح، انا عايزه بابا، عايزه اشوفه، ولو حتى لاخر مره في حياتي. لو عايز تخدمني فعلا خدني عنده. انا بس عايزه اعرف انت عرفتي منين اللي حصل؟ في حد جالك؟ طب حد كلمك؟ طيب حد بعتلك حتى رساله؟ انا عايزك تثقي فيا وقوليلي. لا، انا ما حدش ولا جالي ولا بعتلي رساله، انا بابا بنفسه هو اللي كلمني، كان بينهج كانه كان عمال يجري، قال لي في ناس عاوزه تقتله عشان عرف عنهم حاجات تحبسهم، وكمان معاه ورق بكده ومخبيه، وقال لي ان هم يقتلوني لو رجعت البيت عشان فاكرين ان هو ادالي الورق ده. فضل يقول لي انا بحبك يا فجر وما تزعليش مني يا بنتي، واخر حاجه قالها اسمك. كان عاوز يقول لي حاجه عنك بس ما لحقش ان هو يقولها، وفجاه سكت. وبعد كده سمعت صوت رصاص، والخط فصل وما حسيتش بنفسي غير وانا هنا. طب اهدي يا فجر، وكفاياك عياط، انت كده هتتعبي تاني. لو سمحت من فضلك، انت لو مش عايزني اتعب تاني وديني عند بابا، انا عمري ما طلبت حاجه من حد، هشوفه مره واحده بس بالله عليك. يا فجر صدقيني مش هينفع، هو دلوقتي في المشرحه والتحقيق لسه شغال، ومش بيخلوا اي حد يشوفه، وبعدين انت تعبانه جدا ولازم ترتاحي. ما هو انت بقى مش هتوديني، انا هروح لوحدي ومش عايزه منك اي حاجه. هو عندي والسلام؟ طب ما فيش خروج، ووريني بقى هتروح ازاي. طب انت عارف، انت لو ما وديتنيش ليه انا هرمي نفسي من الشباك ده، وبدل ما اروح واشوفه بس هروح له وابقى معاه على طول. قلت ايه بقى؟ في الوقت ده كانت فجر قاعده على طرف الشباك وهي بتهدد زين بالانتحار، لو ما اخدهاش تشوف ابوها غصب عنه وافق. خلاص انزلي هوديكي. يا ساتر يا رب على دماغك دي، بس لازم اعمل حاجه الاول قبل ما تخرجي عشان خاطر امانك. اقعدي ارتاحي هنا دقيقه، هعمل تليفون وهرجعلك. ومسك زين تليفونه وعمل اتصال مع شركه حراسه كبيره قوي بتاعته. بقول لك ايه،
3 دقايق وعايز 12 بادي جارد مسلحين حراسات خاصة يبقوا قدام فرع الشركة الرئيسي. أنا عاوز رجالة ملهمش قلب، والعربية تبقى مصفحة، عاوزها قدام باب الشركة بالظبط، ومش عايز مجال للغلط. احنا 5 دقايق بالظبط وهننزل، الاقي كل حاجة جاهزة، فاهمين ولا لا؟ يلا سلام. خلاص دقايق وهننزل على طول، أول ما تشرب العصير وتهدي هنمشي، بس من فضلك بلاش عياط، كفاية كده. متشكرة جدا، بس للأسف دموعي مش عايزة تستجيب. أنا النهاردة خسرت حياتي كلها. لسه حياتك قدامك يا فجر، والجايات أكتر بكتير، مع الوقت هتتحسني صدقيني. أكيد هتحسن. ما أنا لازم أتحسن عشان الحق ما بيجيش لوحده. انت تعبانة، بلاش الكلام ده دلوقتي، اشرب العصير يلا عشان نمشي. وتحت في قسم الحسابات كانت لميس قاعدة زعلانة وعمالة تعيط على اللي حصل لأبو فجر. جه أكرم زميلهم وقف قدامها واداها منديل. في بس يا لميس مالك بتعيطي ليه؟ هو في حد زعلك؟ متشكرة جدا يا أستاذ أكرم، أنا بس زعلانة قوي عشان خاطر فجر. فجر؟ ليه حصل لها ايه؟ اتكلمي، ايه اللي حصل خليكي تعيطي؟ هي ما حصلهاش حاجة، لكن أبوها هو اللي حصل له بقى، ربنا يرحمه، مات. مات؟ يا ساتر يا رب، ده حصل امتى ده وازاي ده؟ وهي فين دلوقتي؟ أنا معرفش أي تفاصيل، أنا سبتها مع زين باشا بعد ما جبت لها عصير. زين باشا؟ وهو ماله بفجر؟ يقعدوا سوا ليه ويعرفها ازاي؟ ما كفاية أسئلة بقى يا أستاذ أكرم، وبعدين أكيد لازم يعرفها، دي السكرتيرة الشخصية بتاعته يعني. بعد إذنك سيبني بقى. ومشيت لميس وسابت أكرم عمال يكلم في نفسه من الغيظ. ويا فجر وصلت لزين الجرح ازاي؟ وامتى كمان؟ وكمان سكرتيرته الشخصية؟ أنا بجد مش فاهم أي حاجة. أما بقى في مكان تاني عند رحيم الجرح أبو زين كان قاعد مع أخوه راشد بيتكلموا. أهو شاكر اللي مات ده يا راشد كان 10 عمري، راجل كده في قمة الاحترام. أيوة بس مين اللي ممكن يكون عمل فيه كده؟ الموضوع ده غامض قوي. مش عارف، ده زين زمانه زعلان جدا، ده كان بيحبه قوي. انت تعرف ان شاكر ده لحق زين مرتين من حد كان بيحاول ان هو يقتله، الله يرحمه. ياه، بقى معقول هو اللي كان لاحق زين قبل كده؟ عندك حق ان انت تزعل عليه، كان راجل طيب بجد. أما بقى هناك عند زين وفجر كانوا وصلوا المستشفى وسط الحراسة والاحتياطات الأمنية، وأخدها زين ودخلوا مع بعض المشرحة، وشافت أبوها متغطي بملاية بيضة وجسمه كله بينزف. فجر بقت واقفة منهارة. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، قتلوك يا بابا، بعدوك عني وحرموني منك. ضربوك بالنار ليه؟ ذنبك ايه؟ ما كانش لازم تكون هنا أبدا، كان لازم هما اللي يبقوا مكانك. أنا ماليش غيرك يا بابا، أنا لوحدي في الدنيا دي. طب قولي مين اللي هيجهز لي الفطار ويصحي لي في ميعادي بالظبط؟ مين اللي هيرن عليا كل شوية يطمن عليا، ولما ارجع الاقيه مجهز لي بيجامة النوم وكمان العشاء؟ يعني مش هتقولي تصبحي على خير تاني يا حبيبي؟ خلاص يا فجر كفاية كده، حرام عليك، انت كده بتعذبيه. يلا بينا. لا انا مش همشي، مش هسيب بابا، مش هسيبه ولا حتى اسيب حقه، انا لازم انتقم له. مش وقته الكلام ده يا فجر، يلا بينا وحقه هيرجع اكيد. سيبني يا اخي بقى، حرام عليك، انا مش همشي يا بابا، هجيب لك حقك يا حبيبي، مش هسيبهم يعيشوا مرتاحين ابدا وانت تموت. اهدي بقى يا فجر، قلتلك حرام كده، لازم نمشي خلاص. انت عندك حق، انا ما ينفعش افضل قاعده هنا كتير وسايبه اللي قتلوا بابا عايشين على وش الدنيا، انا لازم اجيب له حقه، لازم. طب خلاص يلا بينا بقى، انت لازم تهدي الاول قبل ما تفكري في اي حاجه، اي قرار هتاخديه وانت متعصبه هيبقى قرار غلط. طيب سيبني جنبه شويه، عشان خاطري سيبني جنبه شويه، هيوحشني قوي. فجر ما كانتش عايزه تمشي ابدا، وزين ما لقاش قدامه حل غير ان هو يشيلها وينزل بيها. اول ما نزل حطها في عربيه وطلعوا الحراسه حواليهم في كل مكان.